اي حد بيعرف يعمل فراخ، بس مش اي حد بيعرف يعمل فراخ بالبصل المكرمل. هنعمل النهارده وصفه جديده بطريقه مختلفه جدا، وهنعمل مع بعض البصل المكرمل مظبوط، وازاي الفراخ تطلع شاربه من الصوص اللي هنعمله ومن غير ما تتبل او تبات في التلاجة. بس قبل ما نبتدي ما ننساش نعمل لايك وشير للفيديو وسبسكرايب للقناه. قولوا لي حابين نعمل ايه تاني وبنعمله مع بعض، وما ننساش نفعل زر الجرس عشان يجيلكم كل الاشعارات الجديده. معايا بقى البهارات بتاعتي اللي هي اساس اصلا الوصفه بتاعتنا: عود قرفه، مرقه دجاج، 3 قرنفل، نص معلقه من كل حاجه، بابريكا، فلفل اسود، جوز الطيب، كمون، كزبره، بودره حبهان، وبودره ورق لورا. معايا 3 معالق من السكر، والبصل الكميه بتاعتي جايبه بصلتين كبار، انتوا عايزين تكتروا كتروا، انا كنت عامله فرخه واحده بس. ومعايا كمان فلفل الوان. هنجيب الطاسه بتاعتنا او الحله او الصينيه المتاح عندك، نجيب معلقه من السمنه ونزلت عليهم ب3 معالق من السكر. 3 معالق دول مش كبار ولا صغيرين، يعني معلقه كبيره ممسوحه من السكر. اهم حاجه بقى في الخطوه دي ان انا افضل اقلب في السكر، ايديا ما تسيبوش لحظه ولا عيني تغفل عنه دقيقه واحده عشان ما يتحرقش مني. انا عايزاه يبقى بني فاتح، لا بني غامق ولا محروق، انا عايزاه بني فاتح زي ما انتم شايفين كده. دلوقتي نزلت اول ما ابتدى معايا اللون دوت التقليب ما خدش مني اقل من 3 دقايق. نزلت بقى بالبصل وهبتدي اقلب فيه برده كويس قوي، ايديا برده ما تسيبهوش. وهنزل برضو بفلفل الالوان اللي انا كنت مجهزاه، كان عندي اخضر واصفر واحمر، كنت مقطعاهم مكعبات. حابين تقطعوه جوليان زي ما كنت مقطعه البصل مفيش مشكله، بس انا كنت مستعجله. انا عايزه اقول لكم يا جماعه بجد ان النور كان قاطع، يعني انا بعمل والنور قاطع، يعني مفيش نور، كل ده كشافات بالموبايل وفي مشغله كشاف تاني جنبي، فاعذروني بقى. نزلت اول ما البصل بتاعي احس ان هو دبل كده شويه، نزلت بمعلقه من الثوم وهفضل اقلب برده كويس. بصوا ابتدت البصله تنزل الميه بتاعتها، نزلت بقى بالبهارات بتاعتي وسبتها حوالي 4 دقايق على النار وطفيت عليها، سبتها تبرد. وهقول لكم هنعمل ايه. اول ما بردت معايا جبت الفراخ بتاعتي، حشيتها كلها البصل اللي انا عاملاه بكل البهارات بكل حاجه، عشان الفراخ بتاعتي تشرب من التتبيله دي كويس جدا وتبقى مكرمله زي ما البصل ما كان مكرمل، وتبقى طعمها مسكره. عايزه اقول لكم الوصفه دي اصلا لوحدها، البصل لوحده بامانه ممكن تقدروا تاكلوه بالعيش عادي جدا، كان طعمه حلو قوي قوي قوي. خلصت كل الكميه وحشيت الفراخ كويس قوي وتبلتها وحطيتها على النار. كان عندي شوربه فراخ استخدمت منها كوبايه بالظبط. ما عندكيش شوربه تقدري تجيبي كوبايه ميه وتحطي فيها مرقه دجاج، هتبقى زيها زي الشوربه بالظبط، مفيش اي اختلاف. وغطيتها بقى سبتها على النار حوالي بالظبط ربع ساعه. شايفين طلعت معايا؟ بصوا الصوص الفراخ ابتدت تنزل شوربتها، بصوا كانت قد ايه جميله. جهزت معايا معلقتين من الصلصه على معلقتين من الكاتشب، وقلت بقى حمر الوش من فوق واديله لون حلو قوي واحطها في الفرن او في الشوايه. بصراحه يا جماعه ممكن انتوا تكتفوا بكده وتحطوها في الشوايه يديكي لون، بس انا بحب الفرن هو اللي يحمر الفراخ من كل النواحي، مش الشوايه بس. سبتها في الفرن حوالي برضو ربع ساعه، ما حمرت كل الوش اللي انتوا شايفينه ده كله من غير شوايه ولا اي حاجه. وبجد دي احلى طريقه فراخ ممكن تاكلوها. بصوا شايفين دي مش شوايه، ده الفرن محمرها من كل النواحي، فكان مدي لون وشكل وطعم وكل حاجه، كانت حلوه قوي. انا عايزه اقول لكم ان الطريقه دي ما خدتش مني اي وقت، في اقل من ساعه انا كنت مخلصه والنور كان قاطع زي ما قلت لكم. حقيقي لو انتوا هتجربوا اكله جديده لازم تجربوها بالبصل المكرمل، الصوص بتاعها يا جماعه في حته تانية. انا عايزه اقول لكم ان انا اصلا اكلتها بالعيش من كتر ما هي كانت طعمها حلو. انتي طبعا تقدري تعمليها جنبها رز ابيض، تعملي رز بالشعريه، تعملي رز بسمتي، كل ده هينفع جنبها. وحتى لو عملتي جنبها مكرونه هتبقى حلوه برده، فهي مش محتاجه حتى ان انتي تعملي حاجه جنبها من كتر حلاوتها ان هي تتاكل كده بالمعلقه وبالعيش. وعارفين تغيير برضو، مش محتاجين دايما نعمل اكل مسبك وفيه صلصة ولحمة ومحاشي، فدي من افضل الاكلات والوجبات اللي ممكن تاكلوها. كانت حاجة خفيفة جدا بصراحة، واهم حاجة من كل دوت ان الفراخ كانت شاربة جدا من التتبيلة ومن الصوص، وكانت مستوية، دي اهم نقطة. بصوا شايفين قد ايه مستوية، بتتقطع بكل سهولة. اتمنى يكون الفيديو عجبكم، ما تنسوش تعملوا لايك وشير للفيديو وسبسكرايب للقناة، تقولوا حابين نعمل ايه تاني ونعمله مع بعض. اشوفكم الفيديو اللي جاي، باي باي.